فكر، خطط، طلع بدبارة، وقرر الزعيم إنه يطيح طيارة. الكلام هنا مش على طيارة لوكربي، هديك حكاية تانية. الكلام على طيارة ليبية مدنية كانت في رحلة من بنغازي لطرابلس عام 92. 127 ليبي وليبية بين شباب وصغيرة وبنيات، كلهم راحوا ضحية فكرة مجنونة للقدافي. هذا كله باش يقول للعالم إن الأمريكان والدول الغربية هم من طيحوا الطيارة الليبية انتقاما للوكربي الأمريكية، والعين بالعين والسن بالسن، واللي تجي فيه تصبره مادام الشعب الليبي صابر وساكت. نفذ القدافي جريمته بدين أزلامة، وزي العادة اغسل يديه منها وطلع روحها خالي قضية. علاش لا مدام ناوي النية؟ طلع علينا بعد أسبوع في مدينة سبها في لمة مع طلاب اللا اقتصاد والعلوم السياسية لجامعة عاصمة الجنوب باش يبلغنا: راهو يا ليبيين، طيارتكم اللي طاحت السبب فيها أيادي أجنبية اللي منعت على مطاراتكم وطياراتكم المعدات وقطع الغيار الأساسية. الله يرحمك يا إبراهيم بكار، لما أصريت على التحقيق وكشف حقيقة هالمصيبة، القدافي وأزلامة ما كدبوش أخبر، دبروا لك حادث سير وانت في طريقك لتونس، وحجتهم عليك احنا نبوا من يغطي ويستر وانت تبي تنشر. وبعدها فتي قائد الثورة: إذا كانت النتيجة عمل تخريبي حتى الغرب ما ينجوش منه، لأنه صار في نفس الميعاد متاع طيارة لوكربي، وقال: راهو يا ليبيين، أنا نرجح تكون المخابرات الغربية مكلفة عملائها بهالحادث باش يردوا على لوكربي. وصدق من قال: تغييرة بكار ببوكر، لعبة جوكر، تغييرة ميراج بفوكر. وبسلامتكم.